في ناس طلبت مني دراسة جدوى او تكلفة ل100 فرخ، وناس طلبت مني تكلفة ل30 فرخ. هقول لكم النهاردة تكلفة ل100 فرخ بمكسبهم، وهقول لكم تكلفة ل30 فرخ بمكسبهم برضه، علشان اللي عايز يربي 100 او يربي 30 يبقى عارف التكلفة قد ايه وعارف مكسبهم قد ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انا هحسبها النهارده بطريقه سهله جدا، ونشوف الفرخ بيصرف معانا قد ايه وهنبيعه بكام. احنا عارفين طبعا ان كل فرخ بياكل 3 كيلو ونص علف. سعر الكيلو العلف النهارده متوسط 22 جنيه، يبقى عندنا النهارده 3 كيلو ونص علف فيه 22 جنيه ب 77 جنيه. يبقى اول حاجه هصرفها على الفرخ 77 جنيه. تمن الفرخه عندنا كمان هنضيفه 21 جنيه و9 جنيه نشاره وادويه وتدفئه. يبقى اجمالي المصاريف بتاعه الفرخ ده يا جماعه 107. الفرخ هيصرف معايا 107. طيب انا حابب ان انا اشتري 100 النهارده، عايز اعرف تكلفتهم قد ايه. عندنا 100 فرخ فيه 107 ب 10700. طيب لو عايز اربي 30 فرخ بس، يبقى عندنا 30 فرخ فيه 107 ب 3210. طيب لو عايز اربي 50 فرخ بس، عندنا 50 فرخ فيه 107 ب 5350. طيب احنا كده عرفنا ان تكلفة ال100 فرخ او تربية ال100 فرخ تكلفتهم 10700. نشوف الاوزان بتاعتهم ونشوف مكسبهم، وبعد كده نشوف مكسب ال30 فرخ او مكسب ال50 فرخ. احنا عندنا النهارده ال100 فرخ هنشيل منهم 5 نافق، يتفضل عندنا ال95. 95 فرخ في وزن 2 كيلو 200 جرام لكل فرخ، يبقى عندي الاوزان النهارده 209 كيلو لحم. هو ده اللحم الصافي اللي هيتم بيعه في نهاية الدورة. طيب احنا عندنا ال 209 كيلو لحم في سعر النهارده اللي هو سعر السوق 75 جنيه سعر الكيلو. 209 فيه 75 جنيه سعر الكيلو، يبقى هتبيع الفراخ عندك كلها كده على بعضها على 15675. 15675 صرفنا في الاول او طبعا مصاريف في الاول 10700، يبقى الفراخ معايا النهارده مكسبهم ال100 فرخ 4975. 4975. احنا كده عرفنا تكلفة ال100 فرخ وعرفنا مكسبهم وعرفنا الاوزان بتاعتهم وخلصنا ال100 فرخ. الناس اللي عايزة تبدأ تربي ال30 فرخ وعايزة تعرف تكلفتهم قد ايه ومكسبهم قد ايه، احنا قلنا في بداية الفيديو ان علشان تربي 30 فرخ هتصرف عليهم 3210. طيب نشوف الاوزان بتاعتهم. احنا النهارده زي ما قلنا احنا عندنا متوسط الفرخ بيبقى 2 كيلو و200 جرام. عندنا النهارده 30 فرخ فيه 2 كيلو و200 جرام يبقى ب 66 كيلو. 66 كيلو فيه سعر الكيلو 75 جنيه سعر الكيلو، يبقى هتبيع الفراخ عندك كلها على 4950 جنيه. احنا قلنا ان احنا صرفنا في الاول على ال 30 فرخ دول 3210، يبقى المكسب النهارده طلع لي 1740. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.